ومن قصد المبين من الأخير إلى الدنيا برحمته أتينا إلى الدنيا برحمته أتينا فكيف به علينا لا الفيديو ده نزلته بعد المدارس يعني ما تشتغلوا كده غصب عني، لأن لسه مش حدش ينفق يعني كده. لو نزل اعملوا بقى واحد جبنة كده، دي جبنة طبيعي اللي هي دينا حلوة قوي، جبنة طبيعية مكتوب عليها جبنة اسطنبولي خالية من الزيوت النباتية كده، ولبن بقري 100%، حلوة قوي بحب اجيبها قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة يا رب. أول حاجة بقى حبيت أبدأ كده إن أفتح محطة القرآن الكريم كده معاكم، وطبعا ما نسمع بقى قرآن كده في البيت، طبعا بركة في البيت. وكمان بقى لو بقى وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، وكمان لايك بقى وتفعلوا زر الجرس عشان عيلتي تكبر بيكم وعشان تشجعوني كمان. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، لو الفيديو ده جالكم نزل لكم متاخر، هو ينزل متاخر اصلا على القناه، مش اول يوم مدرسه يعني، مع ان اللانش بوكس ده عاملاه اول يوم مدرسه، بس انا كان عندي ظروف وعشان كده معرفتش انزل الفيديو في الاول خالص. الحمد لله على قد كده يعني. طبعا بقى جبت بقى اللانش بوكس بتاعي كده جديد، بس اهم حاجه غسلته الاول. لازم نغسل اللانش بوكس يا جماعه حتى لو جديد، هو والزمزميه، عشان طبعا بيبقى تراب لو مركون اي حاجه، حتى لو جديد عودوا تغسلوه وتنشفوه كويس. تمام. انا بقى مسكت اللانش بوكس بتاعي كده غسلته كويس وبعدين نشفته بناديل. ويا جماعه بجد ده احسن من لانش بوكس انا جبته في حياتي. انا عندي لانش بوكسات كتير قوي، بس يعني ده احسن لانش بوكس جبته. الماتيريال بتاعته حلوه قوي صراحه، غالي، غالي شويه، وانا قايله سعره في الفيديو بتاع السبلايز، بس صراحه الخامه بتاعته تحفه بجد. انا عمري ما هجيب لانش بوكس تاني من العادي، لان هو حلو قوي صراحه، والماتيريال بتاعته حلوه قوي ونضيف، وكمان كمان بتحطوه في الميكرويف او غسالة الاطباق لو عندكم غسالة اطباق. طبعا بتبقى مكتوب على التعليمات بتاعته، احنا طبعا بنقرأ التعليمات بتاعة اللانش بوكس اللي عندنا. فطبعا انا قرأت التعليمات بتاعته الاول، اللي هو صحي واللي هو الخمسة، العلامة 5 ده، وكمان بيخش الميكرويف، وكمان بيتغسل في غسالة الاطباق. صحي جدا وبيستحمل حرارة عالية من المية لو غسلتيه بمية سخنة. طبعا بقى خلاص حطيت له بقى السندوتشات، عملت له سندوتشات جبنه اللي هي مزارع تينا، دي جبنه طبيعيه 100% حلوه قوي. انا وريتها لكم في اول الفيديو. بحب اجيبها صحيه عشان طبعا صحه اولادنا، ما فيهاش زيوت نباتيه خالص، 100% لبن طبيعي. وطبعا عملت له بقى الجبنه، وكمان حطيت له بقى بيفي، وحطيت له جبنه رومي، وكمان حطيت له خيار، قطعت له خياره كده، وحطيت له كمان بيكسلز، ده بحب اجيبه له صحي قوي وبيحب طعمه قوي، وما فيهوش مواد حافظه، انا بجيبه من الفرن وعليه اطعمه كده حلوه قوي، هو بيحب طعم الجبنه وطعم الكاتشب، ومفيد قوي كمان، حلو يعني. انا بحب اكل منه كمان، حلو قوي طعمه جميل. وحطيت له بقى نوع الفاكهه اللي عندي، حطيت له موز وحطيت له عنب، اي نوع فاكهه عندكم بقى حطوه، يعني اي حاجه عندكم، مش شرط يعني نفس اللي انا حاطاه في اللانش بوكس، اي فاكهه عندكم حطوها وكده. طبعا بقى حطيت له خلاص اللانش بوكس بتاعه وجهزته له كده، ويرجع لي بيه. والله يا جماعه يعني ما اكلش السندوتشات خالص، مع انه بيجيلي متاخر يعني،
بنروح المدرسة بننزل 7:30، نوصل يعني 8 إلا كده، وبيطلع الساعة 2:30. فزعلت منه ما اكلهوش وقلت له ما تكررهاش تاني، ولازم تاكل السندوتشات بتاعتك وما تجيليش باللانش بوكس غير هو فاضي. فطبعا زعلت ان ما اكلهمش، عشان طبعا بيجي من المدرسة بيروح يعني ما مش بيلحق ياكل في البيت قد كده، بياكل بسرعة عشان بينزل يروح على دروسه على طول يعني. تمام كده بقى، حطيت له اللانش بوكس في اللانش باج، وهو قال لي يا ماما حطي لي اللانش باج في الشنطة، مش عايز يعلقه كده على يعني إيه، مش عايز يحطه في ايده يعلقه على رقبته او دراعه يعني. حطيتهم له بقى كده خلاص في في الشنطة، وحطيت له زمزمية بتاعته كمان، وايه قلت بقى ايه خلاص حضرتهم له، قلت بقى هصحيه بقى ايه، الساعة 6:30 بصحيه، وعشان البسه انا بصحى انا الساعة 5 الصبح، ايه اطلع بقى العيش واصلي صلواتي اللي عليا والفروض اللي عليا، وبعد كده بقى ايه خلاص بحضر له السندوتشات الساعة 6 الصبح، وبوديه انا المدرسة، عشان انا بخاف اوديه المدرسة لوحده، هو في سنة رابعة، بس انا بخاف عليه من الطريق، لان احنا عندنا طريق آه يعني عربيات، فبخاف ان هو يعدي يعني كده، والطريق عندنا ربنا يسترها عليه يا رب ويحفظه يا رب، اللهم امين يا رب. فالعربيات بتبقى بسرعة يعني طبعا عارفين وكده، فببقى خايفة عليه، فانا ايه ما بطمنش غير أما انا اوديه وانا اللي بجيبه صراحة يعني. هو بيتحايل عليا ان هو يبقى عايز يروح المدرسة، بس انا بخاف، بقعد اقول له لا ومش عارفه ايه، بخاف بقى من الطريق وكده. طبعا عارفين بقى قلب الام بيبقى عامل ازاي، طبعا ربنا يسترها على اولادنا جميعا، بتبقى قلب الام عامله ازاي بقى، وبالذات لو في طريق والمدرسه كمان بتبقى بعيده عننا، فبطمن لما انا ايه بوديه صراحه. المهم بقى ايه وديته بقى المدرسه، نزلته بقى المدرسه ورجعت كده إيه على حوالي الساعه يعني 8، كانت 8 وتلت، داخله 8، 8 وتلت، 8 ونص طبعا، لغايه بقى ما بقف اوديه المدرسه، وبقف طبعا اطمن ان هو واقف في الطابور ومش عارفه ايه، بتكون خلاص بقى الساعه جت ايه عليا 8، اروح بقى من المدرسه هتكون جت 8 وتلت، 8 ونص زي ما قلت لكم. المهم بقى روحت بقى قلت احضر فطار، كان جوزي في اليوم ده طبعا بقى، وانا بسجل ابني جه يتكلم فجاه هفتكر بقى انا كنت بقول لكم ايه. اه طبعا بقى لغايه اما برجع وكده بتكون بقى خلاص الساعه بقى جت زي ما قلت لكم، بيجي جوزي بقى هنا في اليوم ده، قلت بقى خلاص لازم ايه احضر بقى فطار كويس، الفطار اللي هو بقى المصري بتاعنا بقى المعروف، البطاطس فلفل بتنجان، الحاجه اللي عندنا في التلاجة وكده. طبعا اليوم اللي بيبقى جوزي فيه هنا بعمل الفطار ده. اما مش موجود طبعا ببقى انا طبعا ابني في المدرسه، فطبعا بفطر اي حاجه. فطبعا انتوا عارفين لما معاكي لما بتعرفي تاكلي، لوحدك مش بتعرفي تاكلي. المهم بقى ايه حضرت بقى الفطار، وقلت بقى ايه اصحيه. طبعا بقى ايه قليت البطاطس زي ما قلت لكم كده، وكمان قلت بقى لغايه اما البطاطس كده تتقلي براحتها، هقطع بقى ايه خيار وهقطع طماطم، اي حاجه بقى عندكم طبعا بتحبوها تحطوها بقى على الفطار. قطعت هنا بقى خيار وقطعت طماطم، وعندي بقى نسيت اقول لكم كمان، انا بحب لما احب اجيب مثلا حاجه من السوبر ماركت، الجبن والحاجات دي، فبحب ان انا افضيها في علب التلاجة، مش بحب طبعا ايه ان انا احطها زي ما هي كده. اولا كمان لما بحطها في العلب اللي هي بتاعت التلاجة بتحافظ على طعمها، وبتحافظ عليها مدة أطول، غير طبعا لما بتسيبيها زي ما هي كده بتنشف الحاجة منك في الفويل، يعني في طبق الفويل وكده. المهم بقى ايه انا بقى عندي حطيت بقى جبنه خزين بحبها قوي، هي كانت خلاص قربت خلصت عندي اصلا خلاص، لان انا كنت هي بقى قبل كده بحب اجيب نص كيلو كنت شايلاه وبحب اكل منها، فطبعا كانت بقى عندي دي فحطيتها طبعا في الطبق. وطبعا حطيت كمان جبنه اللي هي مزارع دينا حلوه قوي، احنا كمان بنفطر منها في البيت، مش بحطها بس لابني في الساندوتشات، عشان كمان في البيت لو عايز ساندوتش بحط له ساندوتش.
فطبعا عذرا يا جماعة عندي دور برد، برد وحش قوي اللي هو بتاع الفصول ده، فعذرا بقى ايه، لو صوتي متغير او حاجة يعني. المهم ايه، خلاص بقى حطيت بقى الجبنة اللي عندي برضو بتاعت مزارع تينا، والجبنة الخزين برضو اللي عندي كده. وايه، قلت بقى ايه احضر بقى ايه بقية الفطار بقى معاكم. خلاص بقى كده حطيتهم اهو. نشوف بقى البطاطس عشان نقلي فلفل كمان. قلت بقى لغايه اما البطاطس كده تكمل تحمير، قلت ايه، اقطع بقى فلفل. انا ما عنديش شطه، لقيتها حراقه في السوق فما رضيتش اجيبها عشان انا جوزي مش بيحب اي حاجه حراقه. فطبعا عندي الفلفل اللي هو الفلفل الرومي الكبير ده، فطبعا غسلته قطعته وطلعت منه البذر، وقطعت الفلفلايه بقى كده على 4. وقلت بقى ايه هقليه بقى يعني عادي زي الشطه، بقى طعمه حلو قوي. لما بيكونش عندي شطه بلاقيها حراقه في السوق يعني وكده، فايه بجيب عادي الفلفل وبقطعه وبنضفه من البذر وبقليه عادي يعني. المهم بقى خلاص هنا كانت البطاطس بقى اتحمرت معايا حلوة قوي وخدت لون حلو قوي. ببتدي بقى اصفيها كده من الزيت واحده واحده. هنا بقى للاسف كانت مناديل المطبخ بتاعتي خلصت، هي خلصت عندي بقى لها فتره، وانا كل ما افتكر خلاص نازله الشارع اجيب انسى ان انا اجيب والله. يعني ببقى خلاص فاكره ان انا هجيب بقى في البيت وكده، اروح مثلا السوبر ماركت عشان اجيب الحاجه اللي ناقصاني، بنسى اجيب المناديل بتاعه المطبخ خالص، مش بفتكر غير لما اروح البيت. فطبعا الافضل ان انتوا تطلعوها على مناديل مطبخ. لو مش عندكم مناديل مطبخ خلصت زي حالاتي كده، بتطلعوها بمصفى طبعا وتصفوا منها الزيت كويس. آم، لو طلعتوها مثلا بالمعلقه كده على طول وصفيتوها من زيت، مهما صفيتوها يبقى فيها زيت. فطبعا صفوها باي مصفى عندكم كده وتصفوها من الزيت كويس، مش هتشرب زيت معاكم خالص صراحه يعني. ما تنسوش بقى يا جماعه تصلوا على النبي في الكومنتات. الصلاة على النبي بتفرق قوي يا جماعة بجد، والله بتفرق. بصي لو نفسك في ايه كده وصليتي على النبي ربنا يحققهولك. لو نفسك بيتك يبقى كله بركة صلي على النبي. لو نفسك ما يحصلش مشاكل في بيتك صلي على النبي. لو نفسك مثلا أولادك ينجحوا في دراستهم ويجيبوا درجات حلوة صلي على النبي كتير. بصي اي حاجه نفسك فيها في الحياه، حلم اي حاجه، صلي على النبي يا جماعه عن تجربه والله. الصلاه على النبي بتفرق كتير قوي عليه افضل الصلاه والسلام. عودي كمان اولادك يصلوا على النبي كتير، عوديهم على طول. الصلاه على النبي حلوه، بركه يعني حلوه قوي. تمام، ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات كتير، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. تمام كده يا حبايبي. خلاص بقى بعد ما طلعنا بقى البطاطس طبعا بنقلي بقى ايه الفلفل. تمام. هنا بقى قليت الفلفل خد لون حلو بقى قوي، لون بقى ما مش بيجيب خالص يعني صراحة. الفلفل من الحاجات اللي هي ما بتجيبش في الزيت خالص. لو عندك بقى قرون فلفل طبعا لما بتغسليها بتشقيها كده من النص عشان بس ما ترطش عليكي خالص، وتصفيها من المية كويس. والبتنجان برضو هتصفوه من الميه تصفوه من الزيت كويس معلش. المهم ايه بقى خلاص بعد ما طلعنا بقى البتنجان وخد لون حلو قدامكم كده، اول بقى ما بيطلع البطاطس او الفلفل، عماله اقول بتنجان يا جماعه عشان انا متعوده اعمل بتنجان، بس انا البتنجان خالص مني. يعني رحت السوق ونسيت اجيب بتنجان. المهم بقى ايه، بترشوا بقى ايه رشة الملح ورشة الكمون اول ما بيبقى سخن بقى على طول كده، ياخد الطعم بقى على طول كده، طعم البهارات اللي انت بتحطيها. انا بحب احط على البتنجان على برضو بتنجان اعذروني يا جماعة. أه بحب احط حتى لو عندي بتنجان يعني بحب احط عليه ال- الكمون وملح فقط لا غير بس، طعمها حلو قوي. طبعا بقى خلاص بقى حمرنا بقى البتنجان، برضو بتنجان، استغفر الله العظيم يا رب. حورنا الفلفل والبطاطس. بصوا اعتبروا ان في بتنجان يا جماعه عشان متعوده في بتنجان وبتلخبط في الفيديو كتير، محدش يضحك عليا. تمام. خلاص بقى قلينا البطاطس والفلفل. هنحط بقى ايه، طاسه بقى بتاعتك او الطبق، انا بحب اقلي البيض في الطبق ده.
حطيت بقى هنا حته سمنه بلدي بقى، نقلي كده بيض بالمره، بيضتين كده، ونقليهم بقى حلوين كده. وايه آه يعني ايه، انا بحب البيض طري يعني مش نشف. وكالعادة بتاعتي برضو لازم وانا بكسر البيض يا جماعة انزل القشرة كده في الطبق. مش بعرف اكسر البيض الا لما القشر يقع مني، مش عارفة انا كده الوحيدة واللي في حد زيي يا جماعة. بس على طول والله ما عمري في يوم ما كسرت بيض الا لما تقع مني قشرة، مش عارفة ليه. المهم بقى خلاص بقى حتة انا بحب استخدم السمنة بحبها قوي يعني. كل اللي بيتفرج على فيديوهاتي عارف ان انا بحب استخدم السمنه البلدي، بس تكون سمنه بلدي طبعا موثوق فيها، يعني جايبينها من حد عارفينه واثقين ان هي سمنه بلدي. السمنه البلدي بتعرف من طعمها وريحتها. خلاص بقى هنا قلت ايه بقى، خلاص بقى البيض كده وايه، وبحبه بالطري، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، يا لا ناشف قوي ولا طري قوي، معقول. وبعد بقى ما بقليه طبعا خلاص بوطي بقى النار عليه، وبحط له بقى رشة فلفل ورشة ملح قبل ما بطفي عليه على طول. خلاص خلاص حطيت له بقى الملح والفلفل كده، بديله تقليبة وبطفي عليه على طول. وبقى طبعا بنقله في الطبق بقى ايه اللي بتحطه فيه البيض، اللي تقدمه في الفطار يعني كده. بس بالطريقة دي كده بقلبه بقى وايه، وخلاص بقى كده احلى بيض بالسمنه البلدي بجد يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. كده بقى خلصت وخلاص بقى الفطار، كده فضيت حضرت البيض الفطار في بتاعي الطبق معاكم. وجبت فول طبعا بقى وجبت طعمية البطاطس كمان. كده والفلفل الفطار والجبنه بتاعي طبعا انا الخزين حضرت والجبنه معاكم البيضه، البطاطس والبيض طبعا والفلفل حطيته في والجبن طبق، والبيض والفول وطماطم والطعمية وخيار، والخيار والطماطم. وكمان جبت وايه فول رأيكم بقى في وطعميه. الفطار بتاعي؟ احلى فطار يا بذمتكم جماعه، ده احلى فطار فطار حلو مصري، ولا ايه؟ تحفه تحفه. احلى كلنا فطار ده ولا متربيين ايه؟ عليه طبعا، تمام. بحب الفطار ده افتحي زي بقى ما قلت كوزي لكم. كده عشان وبكده بقى نفطر مع اكون بعض. خلصت معاكم وبعدين الفطار انزل بقى السهل اجيب بتاعي ابني، البسيط. خلاص بس شويه حاجات في البيت كده وخلاص بقى الاول. كده هكمل انا بقى، عندي شويه خلاص حاجات ابقى اروح اساسي في اجيب البيت. ابني واحضر وبعد الفطار كده اروح الاول اجيب ابني وخلاص وخلاص طبعا كده. شغل البيت واروح اجيب وبس ابني كده بقى اكون وخلاص. حضرت كده الحاجه اكون معاكم. خلصت معاكم الفطار، والسلام عليكم ورحمه والسلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته.